السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. محطات هامة شهدتها العلاقات المغربية الإسرائيلية بعد استئناف العلاقات بينهما لا سيما في المجال الاستراتيجي والأمني، ولكن حتى الآن لم تفتتح الرباط سفارة لها في إسرائيل. فبحسب ما كشفه موقع إكسيوس أن المغرب يشترط اعتراف إسرائيل بسيادتها على الصحراء مقابل افتتاح سفارة له في تل أبيب. التقرير أكد أيضا أن الرباط طرحت القضية عدة مرات مع ممثلين إسرائيليين في الأشهر الأخيرة. قضية الصحراء شكلت جزءا هاما من اتفاقية استئناف العلاقات التي تواصلت فيها الولايات المتحدة بين الجانبين، خاصة وأن الاتفاق كان قد وقع بعد أن وافق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب على الاعتراف بمطالب الرباط الإقليمية بشأن الصحراء. إذا لماذا حتى الآن لم تعترف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء؟ وهل سيعترف بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة بمغربية الصحراء؟ وإلى أي مدى سيؤثر هذا على العلاقات بين الجانبين في ظل قلق البلدين من أنشطة إيران؟ وهل هذه الأنباء ما هي إلا رسالة مغربية لأمريكا لتقوم بتنفيذ تعهداتها بشأن الصحراء؟ هذا ما سنطرحه في ملفنا الثاني. انضموا إلي من استوديوهاتنا في الرباط الأستاذ حسن كنكون، محامي دولي ورئيس المرصد الدولي للدراسات الاستراتيجية. كما انضموا إلي السفير الإسرائيلي السابق الأستاذ يتسخاك ليفانون. أهلا بكم جميعا، ودعوني أن أبدأ معك أستاذ يتسخاك. أستاذ يتسخاك، يعني شرط واضح للرباط الاعتراف بمغربية الصحراء مقابل افتتاح سفارة لها في تل أبيب. لماذا برأيك حتى الآن لم تعترف إسرائيل بمغربية الصحراء؟ بسبب حساسية الموضوع. الصحراء هو مهم جدا للمغرب داخليا ودوليا، ولكن إسرائيل هو موضوع حساس جدا، ولذلك إسرائيل لن تتدخل. والآن المستوى الموجود العلاقات بيننا وبين المغرب هو على مستوى سفراء. صحيح أنه عندما أبرمنا اتفاقيات أبراهام كان هنالك موقف أمريكي واضح وموقف إسرائيلي كما ذكرنا قبل قليل أستاذ يتسخاك، كانت هذه الأرضية، ملف الصحراء كان هو الأرضية لكل هذه الاتفاقية والاستئناف العلاقات بين الطرفين. هذا ما قالته الصحف، ولكن هنالك بالعلاقات الدبلوماسية الأساس كان أنه الولايات المتحدة ستدعم المغرب في المحافل الدولية وتعترف بالصحراء للمغرب. بخصوص إسرائيل كان هنالك مش إعلان رسمي للاعتراف، ولكن دعم للجهود التي تقوم بها المحافل الدولية والمغرب وجميع الدول التي تساند المغرب لحل هذه المشكلة. ولذلك كان هنالك وما زال هنالك موقف أنه هنالك مشروع للحكم الذاتي للصحراء، ولكن إسرائيل تأخذ الخطوات اللازمة باتجاه المغرب، ونحن نتحدث معهم بهذا الموضوع بدون أن يكون هنالك في هذا الأوان اعتراف علني لكي نعطي الفرصة لحل هذه المشكلة. ما سيحصل مع الحكومة الجديدة علينا في إسرائيل طبعا علينا أن ننتظر بعد الوقت. نعم أستاذ حسن، استمعت إلى الطرح أستاذ يتسخاك، ولكن هل هناك أي ردود في المغرب على هذه الأنباء؟ وإلى أي مدى بالفعل هناك خيبة أمل مغربية من عدم اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء حتى اللحظة؟ نعم سيدتي، بداية مساء النور لك وتحية للجميع. ويمكن القول بصفة رجل قانون بكل موضوعية على أن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات استراتيجية، وأن اتفاقية أبراهام هي جاءت لاستئناف العلاقات، باعتبار أن هذه العلاقات كانت متجذرة في التاريخ، بالنظر لكون المغرب
له جالية مغربية إسرائيلية يهودية بمئات الآلاف في إسرائيل وخارج إسرائيل، وتربطهم رابطة البيعة ورابطة الدم ورابطة الجنسية مع المملكة المغربية، بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي من مغرب الصحراء من عدمه. الجانب الثاني ولا يقل أهمية، وهو أن المملكة المغربية موجودة في صحرائها بناء على البيعة، وبناء على قرارات الأمم المتحدة، وبناء على المسيرة الخضراء، وعلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والكل يقضي على أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. وبالتالي المغرب لما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الخطاب المسيرة الخضراء على أن المملكة المغربية تنظر إلى العالم بنظارات قضية الصحراء المغربية، وبالتالي إذا ما أرادت الدول أن تدخل مع المغرب في علاقات واضحة في منطقة لا بحر رابح وقوامه يعني التعاون التجاري والاقتصادي والدبلوماسي والسياسي والبحث العلمي والتعاون التجاري وما إلى ذلك، ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية ولا رسم قضية الصحراء المغربية. وبالتالي هذه الأنباء أولا ينبغي التذكير على أنها ليست برسمية، هذه أنباء للصحف ونحن نحترمها، ولكن الأنباء الرسمية في إطار العلاقات الدبلوماسية ينبغي أن تكون على ولكن أستاذ يعني حسن يعني قبل هذه الأنباء خارجية. بالحديث عن هذه الأنباء التي هي ليست رسمية، ولكن برأيك من هو المستهدف من هذا؟ هل هي إسرائيل أم واشنطن التي حتى الآن لم تمول المشاريع التي تعهدت بها داخل الصحراء؟ يا سيدتي أقول لك بكل موضوعية على أن المملكة المغربية ودولة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشموخ الدول الثلاث هي أكبر من هذا الادعاء وأكبر من هذا يعني الأخبار الغير رسمية للصحافة، بالنظر لكون نقول لك بأن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي علاقات مربوطة على مجال التعاون الاستراتيجي، وهناك يعني تم الاتفاق على يعني الصناعة العتاد العسكري على أعلى مستوى، وبالتالي هناك كذلك يعني التعاون على مستوى يعني محاربة الإرهاب عبر العالم والجريمة العابرة للقارات والتجارة الدولية. نعم، يعني بالفعل هذه الدول والعلاقات أكبر، ولكن أنت ذكرت بخطاب الملك الذي قال بأنه المغرب ينظر إلى دول العالم بأعين الصحراء وبأعين هذه القضية. ابقى معي لو سمحت. مساء الخير. دعيني الآن أن أضع الأمور في سياقها. المغرب صحراؤه في مغربها والمغرب في صحرائه، موضوع غير قابل للنقاش بالنسبة للمغرب. المغرب لا يشترط الدعم بالنسبة للشركاء. بالنسبة لإسرائيل أصبحت شريكا استراتيجيا كذلك للمغرب بعد توقيع المعاهدات والاتفاقيات في السنتين الأخيرتين. هناك مكتب اتصال في تل أبيب وهناك مكتب اتصال في الرباط. السفارة الإسرائيلية في المغرب من المفروض أن يتم إنشائها خلال الفترة المقبلة. تم توقيع دفتر التحملات من أجل بناء مبنى للسفارة الإسرائيلية في الرباط خلال الأشهر الماضية. بالنسبة للمغرب، المغرب لا يشترط شيء. المغرب لديه دعم دولي من الاتحاد الأوروبي وكذلك من الأمم المتحدة من أجل مقترحه يعني تقول أن هذا التقرير لا أساس له من الصحة؟ هل لا أساس لهذا التقرير من الصحة؟ حينما نتحدث عن النفي بالنسبة أو التأكيد بالنسبة للسلطات المغربية أو الخارجية المغربية لم تتحدث عن هذا الموضوع. الخارجية المغربية لديها تواصل ولديها شراكات عديدة مع إسرائيل في عدة مجالات. إسرائيل قالت مرارا وتكرارا بمسؤوليها الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الماضية أن الصحراء مغربية، فاليوم المغرب لا يستعمل ورقة الضغط لأي شكل من الأشكال. المسؤولين الإسرائيليين الذين زاروا المغرب خلال الأشهر الماضية قالوا أن الصحراء مغربية بطريقة علنية وأكدوا دعمهم لمقترح المغرب للأمم المتحدة. طيب رضا، يعني فيما يتعلق بزيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للمغرب، ما هي محاور هذه الزيارة؟ هل هي العلاقة بشأن الصحراء أم الغاز أم ما تقوله جهات أوروبية تورط المغرب بقضايا فساد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي؟
يعني اليوم استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة المسؤول السامي الأوروبي، وكانت هناك ندوة صحفية عقب هذا الاجتماع الذي كان من المفروض أن يكون خلال شهر سبتمبر، لكن كان هناك رفض من السلطات المغربية لاستقبال المسؤول الرسمي الأوروبي نظرا لتصريحاته التي كانت لها علاقة بمغربية الصحراء. اليوم بعقب الاجتماع أكد المسؤول الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي لوضعية المغرب ولطلب المغرب لدى الأمم المتحدة، وهو كما قلت الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فبالتالي الاتحاد الأوروبي يساند المغرب. يجب كذلك أن نشير لنقطة أخرى، أن عدد كبير من الاتفاقيات كان بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال الفترة السابقة. من بين أهم النقاط التي يتحدث عنها الطرفين والتي تهم الطرفين تبقى نقطة الهجرة. يمكن القول أن المغرب هو حائط الصد بالنسبة لأوروبا بالنسبة للهجرة الغير الشرعية. هناك كذلك نقاط حول الطاقة، هناك كذلك نقاط حول العالم الأخضر المتجدد بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي نظرا كذلك للقرب الجغرافي. فبالتالي اليوم المغرب والاتحاد الأوروبي الآن يتجهان إلى تصحيح المسار، والاتحاد الأوروبي يدعم موقف المغرب رسميا كما دعمه في الاتحاد الأوروبي وكما دعمته عدة دول، وهو الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية. نعم. يعني فيما يتعلق بالاتهامات للمغرب بقضايا فساد في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ما رد المغرب على هذا؟ المغرب لحد الآن لم يتوصل بأي شيء. المغرب لم يتوصل بأي شيء لا رسمي ولا غير رسمي. فهذه الاتهامات يعني تبقى اتهامات لحد الآن غير رسمية كما تحدثت عنها، لا علم لنا بهذا الموضوع. والمغرب شراكته مع الدول الأوروبية تبقى شراكة وازنة ومهمة جدا. الدول الأوروبية تعرف أهمية المغرب في عدة مجالات استراتيجية وكذلك أساسية في العلاقات بين الطرفين. هناك كما قلنا قرب جغرافي، هناك قرب استراتيجي، هناك شراكات عديدة جدا، والمغرب يبقى بوابة أوروبا لإفريقيا. فبالتالي مثل هذه الأمور المغرب حتى الآن ليس هناك أي رد، لأن ليس هناك أي اتهام رسمي بالموضوع. نعم رضا، شكرا لك على كل هذه المعلومات، حدثتني من الدار البيضاء. ولتلبية الحاجيات المائية وتدبير المخزون من هذه المادة الحيوية يتم بناء سد الساقية الحمراء بالعيون. سعة حقينته تبلغ أزيد من 100 مليون متر مكعب. مشروع عبئ له غلاف مالي فاق 400 مليون درهم، يتوخى حماية مدينة العيون والمناطق المتواجدة بالسافلة من الفيضانات مع تطعيم الفرشة المائية عن طريق الرفع من مستوى مخزونها. في كل المشاريع المنجزة والبرامج المسطرة الإنسان في صلب العملية التنموية التلبية للحاجيات في المجال الصحي. يتم إنجاز مشروع المركز الاستشفاء الجامعي بالعيون، يصل وعاؤه العقاري إلى 18 هكتارا. مشروع في مرحلته الثانية يهم الأشغال الكبرى، خصص له غلاف مالي يفوق 500 مليون درهم.
النمو الديمغرافي والعمراني وندرة المياه الجوفية استوجبت إقامة مشروع تقوية تزويد مدينة العيون بمحطة جديدة لتحلية مياه البحر هي الأكبر في المغرب وإفريقيا. المحطة تصل تكلفتها إلى حوالي 700 مليون درهم، ستمكن من الرفع من القدرة الإنتاجية الإجمالية من الماء الشروب وتلبية حاجيات ساكنة مدينتي العيون والمرسى ومركزي فم الواد وتاروما. أشغال بناء كلية الطب والصيدلة بالعيون في مراحلها الأخيرة حيث بلغت نسبة الإنجاز أزيد من 75%. هذا صرح جامعي جديد سيمكن طلبة الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من تكوين جامعي قريب من منطقتهم. الفوج الأول يتكون من 100 طالب يتابعون حاليا تكوينهم في السنة الأولى بهذا المركز المؤقت.